مفيش واحدة اتفشخرت براجل إلا لما خدت حتة دين خازوق. خازوق إنما إيه؟ خازوق. نبدأ نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل الحريم عايز يعملوا ايه كده عائلي. تعملي كده عائلي ليه؟ عشان تعرفي ان هو متجوز ولا مش متجوز؟ هتعرفي ازاي من كده العائلي؟ ليه هو مفيش جواز عرفي؟ هو الجواز العرفي بيسجل كده العائلي؟ بالمناسبة في واحدة اخت جزائرية بتقول ليه المصريين بيتجوزوا عرفي؟ مش جواز عرفي؟ العرفي ده حرام بيتحاسب عليه؟ لا العرفي مش حرام على فكرة. العرفي لو توفرت فيه الشروط بيبقى جواز عادي. في شهود، في ناس موجودة. الجواز العرفي مش حرام بس هو مكروه. مكروه ليه؟ لأن الست بتفقد كل حقوقها، ودي حقيقة. ولا قايمة ولا مؤخر ولا الكلام ده كله. وكمان الرجالة بيلجأوا ليه بقى؟ عشان خاطر الست ما تعرفش ان جوزها متجوز عليها. هقولك اخر الفيديو تعملي ايه عشان تعرفي ان جوزك متجوز عليك. مش كده العقل اللي يعرفك جوزك متجوز عليك على فكرة. دلوقتي في الجواز العرفي، وده بيسجل عند محامي يا اما شهر عقاري يا اما بينها وبينه. ماشي. في حاجه اسمها الجواز المدني، انا سمعت عنها في الافلام والتمثيليات بس معرفش الكلام ده موجود ولا لا. ماشي. ده برضو بيسجل في شهر عقاري، ده اللي انا سمعت عنه الله اعلم. انا جوزي شك انه متجوز عليا. طب انت شاكه ليه؟ هو بيعمل اللي هقول لك عليه. اول حاجه العلاقه الزوجيه بدأ ما يطلبهاش كل فين وفين. طبعا دي تشكي 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 تشكي، لان الراجل ما يقدرش يستحمل. الراجل بعد ال40 لما مراته بتموت بيتجوز. الست ممكن تقعد عمرها كله على عيالها ما فكرش في راجل بعد جوزها ما يموت، لكن الراجل ما يستحملش على ال40 بيدور على عروسه. ودي حقيقه على فكره. ممكن يكون في المعزيين، في الناس اللي قاعدين بيشوف عروسه وهو قاعد كمان مش مستني ال40. ماشي. تاني حاجه بيهتم بنفسه جدا 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 جدا. هتقولي ما هو اصلا بيهتم بنفسه فوق الزياده. فوق الزياده بشويتين ثلاثه كمان. التليفون حبيب قلبه واخده في حضنه كده اهو، ما بيسيبوش، على طول وشه في التليفون. اعرف ان في حاجه مش طبيعيه. لما يكون بعيد عنه ويرن يجري عليه. لما يكون جات له رساله وهو قاعد في حته وبيعمل شاي ولا في الحمام ولا تلاقيه خرج جري على التليفون. اعرف ان في حاجه مش طبيعيه. بقى يتاخر في ايه؟ صاحبي عيان كان لازم ازوره. صاحبي امه ماتت كان لازم اعزيها. بالطريقه دي كل يوم حجه شكل، كل يوم حاجه شكل. اعرفي ان جوزك فيه حاجه مش طبيعيه. هو مخبي ده ان هو متجوز اكيد. ليه بقى؟ عشان انت ما تطلقيش، عشان بيته ما يتخربش، عشان انت ام عياله، فلازم يخبي. دي فرصه انك تعرفي وتعملي اللي اقول لك عليه. فانك هتجيبيه بقى قدامك كده وتقعديه قولوا له بقول لك ايه، انا عايزه منك حاجه. قال لي احلف بالطلاق ان انت مش متجوز. هيتفاجئ بسؤالك، هيتلجلج ايه اللي انت بتقوليه ده. لو هو مش متجوز هيحلف بالطلاق. هيحلف بالطلاق انه مش متجوز وبقلب قوي. ولو بيعمل حاجات اقول لك عليها دي مع حلفان يبقى هو مرافق. لو بيعملش الحاجات دي كلها وحلف يبقى هو انسان صادق مش متجوز عليكي. على فكره دي حقيقه. لو بقى لوعك بقى ودخل في خناقه ودخلك من حوار لحوار من حوار لحوار عشان يتوهك يبقى هو متجوز. وطبعا هو عامل موضوع الجواز العرفي ده ولا جواز المخبيه ده ولا جواز العفش متجوزه ازاي الله اعلم. هيبقى ايه؟ عشان بيته ما يتخربش. فانت بتقول احلف بالطلاق ان انت مش متجوز. طب ما انا كده عملت ايه؟ ما انا كده احلف بالطلاق وانا اصلا متجوز اخرب بيتي، وانا مش عايز اخرب بيتي. الراجل عايز يمسك كل حاجه بايده، يعيش حياته ويتمتع مع واحده والتانيه تربي له عياله والدنيا مستقره، مش عايز يخسر حاجه. فانت هتروح تعملي كده عائلي وتدفعي حق مواصلات وتروحي وتيجي وتهدي حيلك وفي الاخر مش هيطلع فيه حاجه. دلوقتي انا سمعت حاجه غريبه جدا بس الله اعلم صح ولا غلط. سمعت اللي بيقولوا عن طريق الفيسبوك، الجروب اللي موجود والناس اللي موجوده بيتجمعوا وفلان اتجوز فلانه عن طريق الفيسبوك وفي ناس عملوا اشهار. تخيلوا. بس ما اعرفش صح ولا غلط، فانا ما اعرفش بصراحه. فانتي بتقولي اروح اعمل كده عائلي واركب مواصلات وابهدل نفسي واروح، واذا كان في طابور اقف في الطابور واذا كان في ضوء اقف في الدور عشان يطلع لي ورقه ما فيهاش حاجه. ما هو مش عبيط يا جماعه. الراجل مش عبيط، الراجل مش غبي. وجواز العرفي خلاص مفيش مشكله. اتجوز عرفي ايه المشكله عشان ما اخربش بيتي. فانت بقى لما تحطيه بقى في خلط النيك كده وتقولي له تعالى، فجاه واحده هيلاقي نفسه
ايه اللي بتقوله ده؟ ازاي احلف؟ ازاي ده انا مش عايزه اخرب بيتي، اخرب بيتي بايدي؟ يعمل لك خناقه ويعمل لك بل ويعمل 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 ويعمل، وفي الاخر ما تغش منه حق ولا باطل، يبقى جوزك ده متجوز. ولا تروحي بقى تتعبي نفسك وتنزلي وتتبهدلي وترجعي وانت قاعده في بيتك، وساعتها بقى اعملي اللي انت عايزاه فيه. ولا تقولي بقى كده عائلي ولا مش كده عائلي، كده ما بيبانش فيه حاجه على فكره. وقت الجواز المدني بتسجل في الشهر العقاري حسب ما سمعت. الجواز العرفي يا اما عند محامي يا اما في الشهر العقاري بتسجل برضو. والاخت الجزائريه بعيد تاني كلام، احنا عادي من الجواز العرفي عادي، بس هي المشكله ان ما بتاخدش حقوقها، ولا بتاخد، ولا بتكتب لها قايمه، ولا بيكتب لها مؤخر، ولا بيتعمل لها مقدم، ولا حاجه خالص، هي بتخسر كل حقوقها. بس هو جواز شرعي عشان ايه؟ لو متوفر في شروط الزواج. بس يبقى الناس كلها ممكن تبقى عارفه وزوجها هي اللي مش عارفه. ممكن يبقى اهله كلهم عارفين وهي زوجها مش عارفه اصلا ان جوزها متجوز عليها. فانت عايز تعرفي ان جوزها متجوز، اعمل اللي بقول لك عليه. يحلف بالطلاق وهو قاعد تك تك ان انا مش متجوز، ان انا مش عارفه ايه، ان انا يبقى انت كده ايه؟ عرفتي؟ ولا كده عائلي ولا مش كده عائلي؟ عرفتي يا ناصحه؟ يا اللي احنا بنتفشخط بالرجاله اللي بيدونا الخوازيق وبنتعشم فيه، والمشكله ما تجيش الخازوق غير من مين؟ اللي انا واثقه فيه ان هو ايه؟ بيحبني وما يبصش لغيري بره، مش هيعرف حد غيري، وبيعرف وبيتجوز وبيروح وبيجي. والنهارده بقى كلامنا على الكده العائلي وعلى الخازوق اللي بتاخده الستات من الرجاله اللي بتفشخروا بيهم. يلا سلام.